أخبارنا الصحفية بخبر وعنوان: رجل أمريكي محظوظ يصاب بنوبة قلبية أثناء مشاركته بمؤتمر لمعالجة النوبات القلبية. من المؤكد أن هذا الرجل هو الأفضل حظا بين جميع الذين أصيبوا بنوبة قلبية في العالم، فقد أصيب بنوبة قلبية أثناء مشاركته في مؤتمر طبي مخصص للبحث الجديد في معالجة النوبات القلبية. وحين كان المحاضر يتحدث عن النوبة القلبية وكيف يشعر المصاب بها، فإذا بالرجل يصرخ بأعلى صوته أنه أصيب بنوبة قلبية. اعتقد الحضور أنه يمزح أو أنه يريد إضافة بعض التفاصيل عن شعور المصاب بالنوبة. وعندما وقع الرجل على الأرض هرع إليه عدد من الحاضرين وجميعهم من خيرة أطباء القلب في الولايات المتحدة وأسعفوه، وبعد أن استعاد وعيه تم نقله إلى الطابق الثاني، إذ أن المؤتمر كان يعقد في الطابق الأول من مستشفى القلب في المدينة. لم يكشف المجتمعون اسم الرجل، لكن من المتوقع أنه يكون أحد أطباء القلب المشاركين في المؤتمر الذي عقد مطلع هذا الأسبوع. انتقالاً أعزائي المشاهدين، وصحيفة باب نقلت لنا خبر بعنوان: النوم القليل يؤدي إلى زيادة الوزن. هكذا ذكرت دراسة أمريكية أن الحصول على قدر أكبر من النوم قد يساعد على تفادي زيادة الوزن. وذكرت هذه الدراسة أيضاً أن الأشخاص الذين يحصلون على قدر بسيط من النوم يأكلون أكثر، ولكنهم لا يحرقون أي سعرات حرارية إضافية. وتعزز هذه الدراسة الأدلة التي تدعم وجود صلة بين الحرمان من النوم وزيادة الوزن. وقال خبراء أيضاً: على الرغم من أن أحدث دراسة مثل الدراسات الأخرى التي سبقتها لا تثبت أن عدم النوم يؤدي إلى زيادة الوزن، فإنها تظهر أنه يجب إعطاء النوم أولوية. انتقالاً وصحيفة حدث خبر: زيت الزيتون يقي من الجلطات الدماغية. أظهرت دراسة شملت 7000 فرنسي أن الأشخاص الذين يبلغون 65 من عمرهم والذين يتناولون زيت الزيتون هم أقل عرضة للإصابة بجلطات دماغية مقارنة بالذين لا يستهلكونه. ووزع الباحثون المشاركون في مجموعتين، حيث ضمت الأولى الذين لا يتناولون زيت الزيتون أبداً، في حين أن الثانية جمعت هؤلاء الذين يستهلكونه في نظامهم الغذائي بانتظام. ومن خلال ذلك توصل الباحثون لأن هؤلاء الذين يستهلكون زيت الزيتون بشكل متواصل تعرضوا أقل من غيرهم بنسبة 41% إلى جلطات دماغية، أي 148 جلطة دماغية بين المشاركين. وبينت الدراسة أهمية زيت الزيتون البالغ في قدرته على وقاية المخ من حدوث الجلطات الدماغية المفاجئة. انتقالاً وخبر: شركة أبل تستعد لإطلاق أحدث أجهزة الآيفون. نقلته لنا صحيفة عناوين. أكد مصدر موثوق في شركة أبل العالمية لجريدة التلغراف البريطانية أنها بصدد الإفراج عن طرازين من أحدث أجهزة الآيفون في شهر سبتمبر 2011، وهما آيفون 4 وآيفون 5، لتنافس بهما هواتف جوجل الذكية بسماعة أكثر قوة وأرخص سعراً. وأوضح المصدر أنه سيكون هناك تعديلات طفيفة في آيفون 4، وخاصة في السماعة وكاميرا 5 ميجا بكسل، ولكن بالنسبة لآيفون 5 سيكون مجددا بالكامل مزودا بمعالج أسرع وكاميرا 8 ميجا بكسل. أخيرا وصحيفة صحصح. صحصح صحصح، غيرت لك يا ساتر، حطيت لك صحصح. ممتاز. العنوان إيش يقول؟ سائق سويسري يرتكب 15 مخالفة مرورية خلال 10 دقائق. 10 دقائق 15 مخالفة. الله يبغى له يصحصح. يضحك شمس. شكلك أكثر من 15 شيء. شكلك تعديته. ها؟ إيش؟ قد صارت معك 15 مخالفة؟ والله الظاهر صارت مع الشمس، يضحك كثير. شكلها صارت مع الشمس. بس ب10 دقائق يعني 10 دقائق يعني رقم قياسي، يعني طبعاً. مو كل دقيقة مخالفة أقل والله من دقيقة. مع وجود ساهر يعني ممكن الواحد يتجاوز. نتوقع كل شيء. صحيح. الخبر إيش يقول؟ تمكن أحد قائدي السيارات في سويسرا من أن يحقق إنجازاً غير مسبوق من قبل في عالم مخالفات السيارات. طبعاً إحنا ما بنأيد المخالفات، بس هم بيقولوا إنه حط رقم قياسي يعني في عالم المخالفات.
حيث استطاع السائق ارتكاب 15 مخالفة مرورية في غضون 10 دقائق وبضع ثواني. افتتح هذا السائق مخالفاته في اليوم المشهود بالمرور بسيارته بسرعة كبيرة من أمام سيارة شرطة، واستكمل مسيرته في جو ماطر بسرعة 160 كيلو في الساعة متجاوزا أكثر من إشارة حمراء. ولفت الرجل انتباه ودهشة رجال شرطة المرور الذين تتبعوا أثره، إذ أنه كان يقترب بسيارات كثيرة جدا التي كانت محيطة به دون الاصطدام بها، كما أنه كان يقود سيارته بنفس السرعة بمحاذاة الرصيف دون ملامسة الرصيف، مما دفعهم إلى التأكيد على أنهم لا يتذكرون حالة مميزة كهذه. بالنسبة لهم شيء غريب. هذا شكله أنا بالنسبة لي شيء غريب صراحة. شكله يبغى مجموعة جينيس هو. المفروض يدخلها صراحة بالمخالفة. يعني حتى كاميرات السرعة اللي موجودة حتى في الدول المتقدمة ما راح تلحق تاخذه في 10 دقائق 15 مخالفة، يعني تقريبا في كل 50 ثانية مخالفة تقريبا يعني. يعطيك العافية يا منى. يعطيك العافية يا فيصل، يعطيك العافية بنان. أعزائنا المشاهدين أشكركم على حسن المتابعة، أشوفكم بكرة إن شاء الله بنفس الموعد في أخبار جديدة مفيدة في الصحافة الإلكترونية. مع السلامة. شكرا لك. شكرا يا منى، شكرا لك. اكيد مجموعه من الاخبار المسليه اللي شفناها مع منى، وحنروح مباشره نتعرف على اجواء الملكه الحجازيه ونتابع معكم هذا التقرير. في الصيف تزداد